تحياتي اصدقائي، بنرجع لاخبارنا المحليه ومشاكل الدوري السوري يلي ما راح تخلص يا جماعه. مشاكل الدوري السوري ما راح تخلص، يعني بس تحكي مشاكل الدوري السوري لا اراديا بتصير تضحك، لانه الشيء اللي عم يصير فسخ العقود، مشاكل بين اللاعبين، اخبار بتطلع من هون. يعني دول الجوار هاي تخلصت من هاي القصص وهي المشاكل من 200 سنه، ونحن لساتنا مصرين الدوري السوري للمحترفين. يا اخي شيلوا للمحترفين، خلينا على الدوري السوري. حلوين الدوري السوري الدرجه الاولى، الدوري السوري حلوين والله حلوين. يعني الاسم ما بناسب للمضمون، يعني ما في شيء من الاحتراف، فقط يعني الدوري السوري للمحترفين. يعني خلينا الدوري السوري والله حلو، والله مناسب، يعني مناسب. بالعناوين، خلينا نفوت بالعناوين. مدير تنفيذية نادي تشرين يرد على تصريحات أحمد مدني الأخيرة ويعلنها. العالمي وقع لنادي تشرين بدون مقدم عقد. ومحمود الأسود عرض احترافي خارجي، ولكن هل يستمر مع الكرامة؟ وهل يوجد مهاجم محترف في صفوف نادي الكرامة؟ هذا اللي رح نحكيه في فيديو اليوم. بالإضافة منشور وتصريحات مصوح النقدة لإدارة نادي الكرامة لم تتواصل معي، وإدارة جديدة للطليعة ألف مبروك، وترميم لإدارة الوسبي ألف مبروك، مع أنه الوقت متأخر، إنما أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. هي إحدى مشاكل الدوري السوري للمحترفين. قبل ما نفوت بالتفاصيل، اتمنى عم تحضرنا على اليوتيوب تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، لايك للفيديو، انا لكم كونوا شاكرين. عم تتابعني على الفيسبوك، متابعه على الصفحه، مشاركه للفيديو من القلب، بقول لك شكرا. خلينا نفوت بالتفاصيل، خلينا نبلش باحمد مدني. احمد مدني، كابتن احمد مدني. قبل ما نفوت بالتفاصيل، تحياتي وحب احترامي للكابتن احمد مدني وللسيد حمد سلمان مدير تنفيذي تشرين. شيء بدنا نحكي شيء واقع وتصريح الشخصين، وانا بدي احكي وجهه نظري بالاخير. احمد مدني من كم يوم كان عم يصرح انه اداره نادي تشرين هي ظلمته، هو ما خان نادي تشرين، هو كان متفق مع اداره نادي تشرين انه يكون مقدم العقد شقه سكنيه، مقدم عقد احمد مدني مقابل انه يوفر الاموال لحتى يتعاقدوا مع بعض اللاعبين. هيك كان عم يصرح الكابتن احمد مدني. بالامس مدير تنفيذيه نادي تشرين عم يرد، عم يقول لا هذا الحكي مو صحيح، المنزل او الشقه كان حقها 700 مليون سوري وهي ما مقدم عقد. بالمناسبه احمد مدني عم يقول ما في شقه، انا اكتشفت بعدين انه ما في شقه، واكتشفت او صار استقالة لاداره نادي تشرين، مشان هيك انا فسخت العقد. بالمقابل بالامس مدير تنفيذيه نادي تشرين عم يرد، انا عم يرد تصريحات احمد مدني غير صحيحه، لانه المنزل او الشقه حقها 700 مليون سوري، وهي يعني فينا نقول 700 مليون مجمل المبلغ، وبقيمه مقدم عقد المدني رح يتم دفع هذا المبلغ للشقه، والمفروض المدني هو يكمل. على لسان حمد سلمان مدير تنفيذي تشرين، انا ما عم جيب كلام من عنده، فيك تحضر المقابلتين وتشوف. عم بيقول بالمقابل بعد كل شيء صار انا تواصلت مع المدني وقلت له ارجع على النادي، شو بدك بصير، الرقم اللي بدك اياه حطه وتاخذ مستحقاتك كلها، بس ارجع على النادي وخليك مع نادي تشرين. كان عم يصرح ويكمل حمد سلمان، عم يقول لك المدني عم يقول لي انا ماني مرتاح نفسيا للعقد او للبنود، خايف على مستقبلي مع اداره نادي تشرين القديمه او الجديده، فلذلك انا رح اشوف مستقبلي وانا لاعب حر. كان عم يكمل حمد سلمان عم يقول هو تعاقد مع نادي وليس مع اداره. كان عم يقول العالمي اول ما اجى على النادي وقع معنا عقد، ما رضي يستلم مقدم عقده، قال هذا مقدم العقد، فيكم تتعاقدوا مع لاعب ثاني وتدعموا الفريق. عم يقول هذا الاحتراف. طيب سمعنا كلام كابتن وحب واحترامي احمد مدني، والاستاذ مع احترامي لحمد سلمان مدير تنفيذي تشرين، الشخصين كل شخص حكى رواية مختلفة، ما فينا نكذب هذا الشخص، ما فينا نكذب الشخص الثاني، كل شخص حكى رواية مختلفة. نحن بالمحصلة والشيء اللي بدنا اياه والشيء اللي عم يعم على بقية الأندية، نحن أخذنا حاليا حالة من كثير حالات بالدوري السوري. إنما الشيء من وجهة نظري، الشيء اللي عم يصير والشيء السيء، والحق على مين؟ الحق على قوانين اتحاد كرة القدم السوري، أو الحق على قوانين الكرة السورية، وليس الحق لا على المدني ولا على أحمد سلمان. لازم يكون في قانون واضح، قانون صريح، يحمي اللاعب يحمي الإدارة، يحمي اللاعب يحمي النادي. شو بده بالإدارة؟ الإدارة بالأندية السورية كل يوم إدارة، كل يوم رئيس، كل يوم مدرب، كل يوم، فلذلك ما في ثبات بالإدارات. فلذلك بتمنى يكون في قانون صريح وضوابط لتحمي اللاعب وتحمي النادي.
مشان اخر شيء يصير عندك انت دوري محترفين عم تحكوا عنه. فلذلك مجرد العالمي او عفوا المدنيه، لمجرد المدنيه او العالمي او اي لاعب يوقع مع نادي تشرين ويكون الشرط او مقدم العقد شقه او الذي هو او المبلغ الفلاني، يكون في ضوابط تدفع للاعب. بالمقابل وقت انا بوقع عقد مع النادي وليس مع رئيس النادي، يعني انا مجرد وقعت عقد مع تشرين لازم التزم فيه. انما بعدم وجود قوانين، بعدم وجود لوائح انضباطيه، بعدم وجود قانون في كره القدم، فالشغل شوربه واحياء شعبيه، بوقع اليوم بفسخ بكره. انا ما معنى هذا الكلام عم اقول الحق على المدنيه، لا، ولا عم اقول الحق مع نادي تشرين بكل تاكيد، لا، بس فين الضوابط؟ وين الضوابط؟ وين القانون اللي انتم عم تحتكموا عليه؟ على انه اساس انت عم توقع، وعلى انه اساس انت عم تقدم له مقدم عقد، وبلحظه عم ينفسخ كل شيء. الحق على قوانين الرياضه السوريه، دور المحترفين. انا اليوم ما فيني اقول المدنيه غلطان ولا فيني اقول نادي تشرين غلطان، كل شخص عم يروي روايه، انا ما بعرف مين الصادق فيهم ومين كاذب، عدم مؤاخذه مع احترامي للشخصين، انما ما بعرف. فلذلك لو في قانون، اثنين بيحتكموا للقانون وبصير يا فسخ عقد مع دفع غرامه ماليه، اما انا بستمر مع النادي ولا حول ولا قوه الا بالله. تحياتي للكابتن احمد مدني، تحياتي للاستاذ حمد سلمان، تحياتي لنادي تشرين. انما الشيء اللي عم يصير عم يعم على كل الانديه السوريه، ما بس على الحارس والنادي، يعني هاي مشاكل موجوده بدورينا للاسف، مشان هيك ما فيك تسميه دور المحترفين. من كمان محمود الاسود عقد خارجي، ولكن هل يستمر مع الكرامي؟ شفنا منشور محمود الاسود على الفيسبوك، كان عم ينزل منشور وبلشت الاقاويل عقد خارجي واختلاف مع نادي الكرامي. شو اللي عم يصير؟ اللي عم يصير انه الاسود عقد رعاية مع نادي الكرامي لسنوات قادمة، لازم يستمر مع الكرامي. الأسود فعلا إجا عقد خارجي من فريق إماراتي، بناء عليه الأسود حابب إنه يروح إعارة لهنيك أو يتم شراء بطاقته من نادي الكرامي، يعني هو يتواصل مع النادي، يتم دفع المبالغ المالية أو المبلغ المالي ويتم دفع لنادي الكرامي ويصير عقده حر، هو بيتصرف وين ما بده بيروح. إنما إدارة نادي الكرامي كعقد رعاية وهذا حقه، واللاعب برضه حقه يفكر بمستقبله. انما النادي قال لك انا عقد رعايه، انا تعبت على هذا اللاعب، انا اسسته من الفئات العمريه لوصل للرجال، بعدين ببساطه اعطيه بطاقته. هذا الشيء ما عم ترضى اداره نادي الكرامي، حرصا على النادي، حرصا على مستقبل النادي. كانت عم تقول له فيك تروح انت 6 اشهر عقد احترافي مقابل انك تجدد معنا سنه بعد عقد الرعايه. هذا الشيء اللي عم يرفضه محمود الاسود، عم يقول له لا، انا بتخلص الرعايه بصير لاعب حر. قالوا له بدك تروح عقد خارجي لازم تستمر بعد الرعايه سنه اضافيه، هذا لازم ينكتب بالعقد. محمود الاسود شفنا منشوره وشفنا انزعاجه، انما حاليا رفض العرض اللي قدم له اياه نادي الكرامي. فلذلك حاليا الى الان الى تصوير فيديو اليوم اتفقوا على استمرار محمود الاسود مع نادي الكرامي هذا الموسم. باي لحظه ممكن يتغير اي شيء، بما انه العقد الخارجي والعروض الخارجيه عم تتقدم بكل دقيقه وبكل يوم وبكل ساعه لمحمود الاسود. فلذلك الى الان محمود الاسود مستمر مع نادي الكرامي. العقد الخارجي ما اتفق مع النادي على الصيغه اللي بده يطلع فيها اللاعب على عقد خارجي. بالاضافه هل يوجد محترف لنادي الكرامي؟ الى الان اداره نادي الكرامي عندها اسمين او 3 مهاجمين محليين. هلا بعد ما ضمننا وجود محمود الاسود، نادي الكرامي بحاجه قلب هجوم. في 3 اسماء عند اداره نادي الكرامي، انا ما راح اذكره لانه لمجرد اي اسم هلا بدي اذكره بده يرتفع سعره من ال 200 مليون لل 500 مليون، فلذلك ما راح اذكر الاسم، اعذروني، حرصا على مصلحه النادي واموال النادي. ففي اسمين او 3 اذا تم التواصل معهم والاتفاق معهم المحليين قلب هجوم، هن قلب هجوم 3 لاعبين او الاسمين، اذا تواصلوا معه وانحلت فما راح يكون في لاعب اجنبي لنادي الكرامي. انما اذا كانت الارقام عاليه او الشروط عاليه او ما اتفقوا مع اللاعبي بمركز الهجوم، فالكرامي راح يتجه الى لاعب اجنبي خارجي انما للتجربه، يعني راح يكون العقد للتجربه وليس 6 اشهر مثل ما صار معنا الموسم السابق او سنه، لا، العقد راح يكون للتجربه، يعني بجرب اللاعب، ما عجبني الله معك. انا بوجهه نظري اذا بنتفق مع لاعب محلي يكون على مستوى، يعني ما على مستوى، في عندنا لاعبين بالدوري السوري كقلب هجوم مناح شفناهم هذاك الموسم، بتعرفوا انا مين بقصد، يعني انا لاعبين 3 كقلب هجوم ممتازين بالمحله، فانا بشوفه احسن من المحترف. ليش؟ لانه بالوقت الحالي وقت الراهن مستحيل انك تجيب اجنبي على مستوى، كون على يقين. ننتظر الساعات القادمه نشوف، يا اما احد الاسماء اللي ما ذكرناهم راح يكون كرماوي بالرسميه، اما راح يستنى
اللاعب الاجنبي. بالنسبه لنصوح النقدلي كان عم يطلع منشور عم يقول لك اداره نادي الكرامي ما تواصلت معي، الاستاذ خالد رعد كان عم يتواصل معي قبل الاستقالة. يعني أنا هذا الشيء بعرفه انه لو بقي خالد رعد رئيس النادي كان اول لاعب راح يوقع للكرامي هو نصوح النقدلي. بالاداره الحاليه بمتطلبات نصوح النقدلي لازم ننتظر، هو على لسانه عم يقول لك بمنشور لازم ننتظر يومين لنشوف وجه نصوح النقدلي. 90% ترى اختار فريقه هو، يعني بنقول بالتوفيق يا رب، بالتوفيق يا رب. خلينا نكمل. اداره جديده للطليعه، الف مبروك والحمد لله. يعني والله جماهير حما وجماهير الطليعه بيستاهلوا اهتمام اكثر بكره القدم، مظلومين مثل ما مظلومين 90% الانديه. اداره جديده للطليعه، المهندس خالد راح يكون رئيس لنادي الطليعه، راح يكون رئيس لنادي الطليعه. متاخرين بكل تاكيد، انما ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل. بتمنى التوفيق لاداره نادي الطليعه والاسراع بالتعاقدات، يعني قد ما فيكم اسرعوا بالتعاقدات، مع انه اللعيبه بالسوق المحلي حاليا يعني خلصت، يعني عندك الاسماء جدا قليله. بالاضافه للوسبه ترميم للاداره، يوسف حسن سلامي رئيسا للنادي، ترميم هذا رئيس النادي وبعض الاعضاء. وبالتوفيق للوسبه. الوسبه راح يعاني هذا الموسم، انما يعتمد على الشباب، راح يطلع عنده فريق ما بدي اقول لك ممكن ينافس على الدوري، انما فريق يعني يثبت وجوده في الدوري. نهايه فيديو اليوم، مشاكل دورينا ما بتخلص، وانا نشف قلبي من هذا الفيديو وما حتعيدها، يعني ما حتحكي عن مشاكل دوري، ما عم نحكي غير على سمة البدن ووجعة الراس. نهايه فيديو اليوم، بتمنى دعم القناه اكثر، تدعم حساباتنا على الفيسبوك، انا لكم كونوا شاكرين. انا دائما ضلوا على خير. السلام.